مرحبا، بدي رحب بكل شخص عم يتابعني حول العالم. اليوم حبيت أشارككم فيديو منعش ورايق مثل الربيع والورود بهالوقت من السنة. عم أجهز كنت الغداء بأكلات تراثية من مدينة حلب. أكلة المامونية كتير طيبة ومشهورة بالمدينة، جربوها ما راح تندموا. أول شي حطيت معلقة زبدة ومعلقة سمنة وحمصتهم على النار، وراح نضيف بطنجرة صغيرة 3 كاسات مي وكاستين سكر. طبعا راح يكونوا نفس معيار الكاسة مشان ما تخربطوا بالأول مرة. وأنا هي إضافة مني بحب أحط لها ماء زهر، يعني هيك تقريبا ربع معلقة صغيرة وربع معلقة كمان حبة بركة. وهلا بس شفنا انه السميد تحمص منيح وصار لونها زهري رح نضيفه فوق المي، وراح نتركه شغلة دقيقتين بس يغلي شوي ونطفي تحته. ما راح نتركه كتير مشان بس يفتح على مهله بالمي السخنة. وراح هيك افرجيكم كمان عملت بطاطا مقلية بالقلاية الهوائية بصوص جديد. حطيت شوية زيت مع ملح مع دبس فليفلة ونكهة او توابل يعني البطاطا، وهيك دهنتهم. صارت كتير طيبة واخف كتير من زيت القلي. وحبيت اصور لكم خلف الكواليس انه ايش بصير رجالي وهالقصص. الحمد لله انه عنا جلاية هيك عم تريحنا شوي من العبء ومن شغل البيت. هيك حبيت افرجيكم هيك صورة فيديو سريع اثناء او يعني خلف الكواليس. حبيت انوع واعمل اصناف تانية على الغداء. عملت بيض مع خضار بندورة. اول شي بنقلي البصل وبنضيف فليفلة حمراء وخضراء وبعدها بنضيف بندورة. ورح نقلب كل المكونات مع بعض، البندورة والفليفلة، ونتركهم هيك شوي على نار هادية. وانا ضفت زبدة، شفت الزبدة قليلة. وطبعا قبل ما نقلي البيض كمان رح نضيف مرة تانية. ولوقت يجهز الفطور حبيت انوع لكم بالفيديو واخذكم جولة بغرفة القعدة مع البلكون. مو جو ربيع، حبيت افرجيكم هيك الاجواء بسرعة. وتابعوا معي لنهاية الفيديو لتشوفوا جولة بحدائق بورصة، أجمل حدائق بورصة طبعا. ايه، وبدي افرجيكم كمان براند كتير عنده ملابس بتجنن بتجنن للبنوتات للأطفال. في عنده تشكيلة كتير واسعة، حتى اكسسوارات.
وهلأ بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا بالمشاهدة. إذا حبيتوا ما تنسوني من اللايك. أنا ببداية الفيديو فرجيتكم خلف الكواليس، وهلأ حبيت أفرجيكم بعد كمان بعد ما خلصت الجلي حبيت هيك أفرجيكم فيديو سريع. والسلام عليكم، بشوفكم فيديو جديد.